تانيين كانوا انضموا لينا ضد الحلقه اللي قدمها الاستاذ مصطفى الجمعه اللي فاتت، يعني تركوا اثر سلبي جدا على الشعب المصري. ايه اللي عمله مثلا؟ يعني ممكن اهم الحاجات اهم النقاط اللي عملها والنقط اللي احنا معترضين عليها زي الاستهانه بثوره 30 يونيو، محاوله التشكيك في الاعداد الناس اللي نزلت، ان هو يجيب اجزاء او مقاطع من حوارات مع المذيعين اللي بيقول 25 من 35 وبعدين يطلع الكالكوليتر ويقعد يحسب ويستهزأ بحاجه زي كده، بالاضافه انه بيمرر ان هي انقلاب وبيقول ان هو انقلاب ناعم. في حاجه اسمها خشن وحاجه اسمها ناعم، لا انقلاب ناعم. دي النقطه الثانيه هو الميل من هيبه الدوله والتقليل من مناصب لا تخص اشخاص، تخص كل المصريين، زي ما منصب وزير الدفاع، زي منصب رئيس الدوله، زي كده. ما تقوليش لا هو اتريق على مرسي، ده كل واحد يقول لي هو اتريق على مرسي. لا، في فرق كبير قوي بين ناس بتعاني من رئيس ونفسها انها تخلص واساء اليها بكل، واساء حتى لنفسه وسمح او ادى فرصه للناس انها تتريق عليه، وبين ناس وقفت في ظهرك ودعمتك وحافظت عليك وضحت بروحك. طالب السي بي سي انها تاخد موقف زي ما السي بي سي وقفت معانا في ثوره 30 يونيو، وكانت واقفه معانا وكانت داعمه لينا كلنا، انها تاخد موقف مع هذا البرنامج، يا اما بايقافه يا اما بتعديل الاسلوب اللي بتتعامل. طالب النائب العام